في عالم بيجري بسرعة البرق، في اختراعات مش بس بتغير حياتنا، دي بتغير شكل المستقبل كله. الصين دخلت عالم الابتكار من أوسع أبوابه، مش بس عربيات ولا تليفونات، لا، احنا بنتكلم عن تاكسي بيطير، قطارات أسرع من الصوت، وموبايلات بتكلم الأقمار الصناعية. حلق معانا النهاردة واستعد تكتشف 7 من أخطر وأغرب وأقوى الاختراعات الصينية اللي خلت العالم كله يقف مذهول. يلا بينا، لأن اللي هتشوفه دلوقتي ما فيهوش رجوع. تخيل معايا تبقى واقف وسط زحمة العربيات وتلاقي فوقيك تاكسي بيطير لوحده. ده مش فيلم خيال علمي، دي حقيقة دلوقتي مع التاكسي الطائر الصيني إيهانج H116S. الطيارة دي صغيرة وبتشيل راكبين ومفيش فيها سواق خالص، كل حاجة بتحصل بشكل أوتوماتيكي بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. وفي سنة 2024 الحكومة الصينية قالت رسمياً التاكسي ده آمن ومستعد ينقل الناس جوه المدن. يعني بدل ما تقعد ساعتين في الزحمة ممكن توصل في 10 دقايق وانت طاير فوق. العالم كله اتصدم لما شاف التجربة دي شغالة فعلياً. والله المستقبل دلوقتي بيطير فوق دماغنا. تفتكر أسرع قطار في العالم هيوصل لسرعة قد إيه؟ الصين حطت الإجابة لما كشفت عن CR 450 فوشينج، أسرع قطار ركاب شغال حالياً. القطار ده بيجري بسرعة 400 كيلومتر في الساعة، وده معناه إنك تروح من بكين لشنغهاي أسرع من الطيارة لما تحسب وقت المطار. مش بس كده، كل جزء في القطار مصمم عشان يقلل استهلاك الطاقة ويقدم راحة خرافية للركاب. تكنولوجيا التحكم، المكابح، حتى التصميم الخارجي كله معمول بذكاء. الصين بقت مش بس رائدة في القطارات، لا، لو حصل وسافرت مكان بعيد زي جبل أو صحراء أو وسط البحر وغابت الشبكة، أكيد بتفكر خلاص كده أنا معزول. بس مع موبايل هواوي ميت 60 برو، لا، لسه في أمل. هواوي فاجأت العالم لما نزلت أول موبايل عادي يدعم مكالمات صوتية كاملة عبر القمر الصناعي. مش بس رسائل طوارئ زي باقي الموبايلات، لا، مكالمة حقيقية بصوت واضح. كل ده من غير طبق ستالايت ولا أجهزة ضخمة، مجرد موبايل في جيبك، وده بيخليك متصل بالعالم حتى في أقصى أماكن الأرض عزلة. لما بنسمع عن كلمة هايبر لوب بنفكر إنها فكرة لسه بعيدة، بس الصين خدت الفكرة ونفذتها بجد. شركة كاسك الصينية سنة 2024 قدرت تشغل أول قطار مغناطيسي داخل أنبوبة مفرغة من الهواء ووصل لسرعة أكتر من 623 كيلومتر في الساعة. والخطة الجاية يوصلوا السرعة ل 4000 كيلومتر في الساعة، أسرع من الطيارات بكتير. يعني تتخيل تروح من مدينة للتانية في ربع ساعة. الصين مش بس بتحلم، الصين فعلا بتبني المستقبل اللي كنا بنشوفه في أفلام الخيال العلمي. تحب تركب عربية لو وقعت في النيل تعوم بيك؟ صدق أو لا تصدق، ده اللي عملته BYD مع عربية يانج وانج يو 8، عربية دفع رباعي فخمة كهربائية هجينة، بس مش زي أي عربية تانية. لو وقعت في المية جسمها بيقفل نفسه تلقائي وبتبدأ تعوم، وكمان تقدر تمشي فوق سطح المية بسرعة بسيطة لحد ما تطلع بأمان. ده غير إنها بتلف حوالين نفسها وبتتحرك بشكل جانبي زي السلطعون، تقنية مفيش حد فكر فيها قبل كده، وعربية تخليك تقول فعلا إحنا عايشين في المستقبل. ومش بس كده، BYD نازلة بقوة بسيارات تانية مستقبلية تخليك مش مصدق عنيك. يانج وانج يو 9 سوبر كار كهربائي بيمشي على 3 عجلات وبينط فعليا باستخدام نظام تعليق ذكي مش موجود في أي عربية تانية. وعندك كمان دينزا زاد، كوبيه فاخر بيستخدم تكنولوجيا توجيه بدون دركسيون حقيقي، ستيرنج إلكتروني بالكامل. غير كده إسيو في زي دينزا إن 7 اللي بيجي فيه ليدار متطور وأنظمة قيادة ذاتية، وكمان بيشحن بطاريته بقوة 800 فولت في دقائق. BYD مش بس بتعمل عربيات، دي بتخلق المستقبل كله قدام عينينا. تقنية كانت حلم مستحيل اتحققت بفضل التكنولوجيا الصينية. كلنا عرفنا الشات بوتات والذكاء الصناعي اللي بيكلمنا، بس الصين خدت الموضوع لمستوى تاني خالص مع تونجي كيانوان 2.0 من شركة علي بابا. نموذج ضخم فيه مئات المليارات من المعطيات، مش بيكلمك بس، ده بيفهم القانون، بيشخص الأمراض، بيكتب قصص وأفلام، وحتى بيصمم حلول مالية لشركات كاملة. يعني كأنك بتتعامل مع جيش من المحامين والدكاترة والمبرمجين، وكل ده جوه برنامج واحد. اللي بيحصل ده مش تطور عادي، ده ثورة بتقودها الصين بكل قوتها، واللي جاية أكبر بكتير. تاكسيات طايرة، قطارات بتكسر حاجز الصوت، عربيات بتعوم فوق المية، وموبايلات بتكلم السما. الصين مش بس بتحلم، الصين بتبني المستقبل قدام عينينا. قلنا في الكومنتات أنهي اختراع خلى قلبك يدق أسرع. ولو عايز تشوف كل جديد عن عالم المستقبل دوس لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس. خليك معانا لأن اللي جاي أعظم وأغرب وأسرع من الخيال نفسه.